يا اللي قاعدين تقولوا الكتاب محرف الكتاب محرف، هات لي كلمة واحدة بس اتضافت او اتشطبت من الكتاب او من اي نص وانا اقول لك فعلا الكتاب محرف. طب ما حضرتك تفتح كده معايا انجيل متى الاصحاح الخامس العدد 22. العدد ده حضرتك كان في البداية مكتوب: اما انا فاقول لكم كل من يغضب على اخيه يستوجب حكم، ومن قال لاخيه يا جاهل رايح النار رايح النار. ده في المخطوطات القديمة. طب بعد فترة لما لقوا ان في يسوع كان بيغضب على اليهود، وكان ساعات بيغضب على التلاميذ، وكان ساعات بيشتم بطرس او اي حد من التلاميذ، لان هو مش هم مش مقدرين ايه هو اللي بيعمله او مش قادرين يفهموا. فكده كمان يسوع يستوجب حكم، يعني كمان يسوع مذنب وممكن يروح النار. لا، نضيف بقى كلمة باطلا عشان نخرج يسوع من القصة كلها. فيجي النص ده ويقول: أما أنا فأقول لكم كل من يغضب على أخيه باطلا يستوجب حكم. دي إضافة لاحقة لنص المفروض إن هو مقدس. هل ده تحريف ولا ده إيه؟ انتوا شايفين إيه؟